سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. بعد هاد الغيبة كامل اليوم جيت وجبت لكم مقلاوة بدون آلة التوريق. صدقوني الطريقة تاعها راح تكون بزاف سهلة وراح تجيكم بزاف بنينة. راح تستغناو كامل على الآلة، حتى وإلا كانت عندك راح تستغني عليها وتحضري هاد المقلاوة في نصف ساعة برك. بالنسبة لطريقة التحضير والمقادير نروحوا الوصفة تاعنا. هنا عندي 4 كيلات تاع فرينة، كنت أنا كيلت بهاد الغامكة ولا هاد البول يعني صغير. قيس كاس درت أنا 4 كيلات تاع فرينة، يكونوا شوية هكذا مقبين، يعني ماشي معمرين بزاف وماشي ممسوحين. كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. انا الفرينه كنت غربلتها من قبل ومن بعد قدامكم راني برك كيلت بالبول. ضفت رشه تاع الملح وراح نضيف كيله قل ربع ولا ناقص صباع نتاع السمن، يكون دافي شويه، ذوبته من قبل وخليته يبرد. ضفت هنا السمن وضفت قلنا رشه تاع الملح وراح نضيف الحبه تاع البيض كامله. هنا حبة بيض اختياري، ولكن البنة تاعها ولا الفرق راح يبان شوية في العجينة تاع البقلاوة. وهنا راح ندي ولا راح نضمها بالماء والمزهر. كنت دفيتهم شوية برك. علاش ندفيهم؟ باش هذاك السمن تاعنا ما يديرلكمش البراكس ولا هذوك الحبيبات في العجينة تاعنا. نروح نضم العجينة تاعنا بالعقل بالعقل حتى تحصل على العجينة تكون طرية كما راكم تشوفوا. ما نكترش بزاف الماء والمزهر، نروح غير بالعقل بالعقل حتى تشوفوا العجينة تاعكم تلمت كامل. هاد المقادير ولا يعني المقادير كامل هاذوما اللي استعملتهم رايحين يخدمونا سنيوة تاع 30 سنتيمتر. إلا حبيتو كمية كبيرة ولا سنيوة كبيرة رايحين نضاعفوا المقادير. هنا العجين تاعنا ما لازمش يكون ناشف بزاف وما لازمش يكون طري بزاف. كيما راكم تشوفوا بالعقل بالعقل حتى تشوفوا العجينة تاعكم تلمت. بعد ما نلموها رايحين نعجنوها حوالي 5 دقائق هكذاك بهذا الشكل. ومن بعد رايحين نشكلوها كويرات صغار ونخلوها تريح على الأقل نصف ساعة حتى لساعة، ولا حتى تقدروا لي الصباح توجد العجينة تاعها والعشية تروحوا تكملوا العجينة تاعكم ولا المقلوة ديالكم. ما يعني ما فيهاش مشكل. قد ما تريح العجينة تاعكم قد ما تعاونكم في الخدمة. هنا بعد ما قطعت العجينة تاعنا على 11 كويرة ولا 12 كويرة قد ما دارت لكم مليح، تخلوها تريح. بالنسبة للفرص تاعنا ولا الحشو، هنا عندي 700 غرام تاع اللوز. انا حبيتها تكون شوية الطبقة تاع الحشو يعني شوية خشينة، دونك نتوما تقدروا ديروا حتى 500 غرام في سنيوة تاع 30 سنتيمتر. هنا عندي قلنا 700 غرام تاع اللوز. انا كنت خلطت لوز ماشي مقشر مع اللوز مقشر وطحنتهم مع بعض وضفت لهم 3 مغارف تاع ماكله نتاع سكر عادي ومغرفه كبيره تاع السمن والمزهر، ونطموها بالعقل بالعقل كيما يعني تحصلوا على شكل يكون كيما طعام، تكون مفتوله شويه ما تكونش مشمخه بزاف. كما قلت لكم نعاود لكم، انا حبيت الحشو تاعي يكون شويه عالي في البقلاوه، دونك استعملت 700 غرام. اللي تحب الحشو تاعها يكون ناقص يعني شويه هابط تقدر دير 500 غرام، تكتفي بالكميه هذيك. هنا في الطريقه التحضير كنت حليت العجينة هادية، يعني راحت لي لقطة نتاع من الفيديو. بديت نحل في الكويرات هادوك وحدة بوحدة بالمايزينا. شفتوا بلي ما درناش المايزينا في العجينة، درناها في التوريق. دونك هادوك الكويرات حلينا 6 ولا 7 كيما حبيتو ديروا من الطبقة التحتانية. انا فتحت 7 طبقات كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل، ومن بعد نروحوا نفتحوهم كامل. وبين كل ما تفتحوا هذيك يعني الدويرة رايحين ديروا كمية مليحة تاع المايزينا وتحطوا عليها خطها حتى تكملوا 6 ولا 7 طبقات. ومن بعد نجو نفتحوهم كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. تبقوا تفتحوا هكذا تفتحوا حتى وين تحصلوا على طبقات يكونوا بزاف رقاق كيما عجينة الفيلو. هاد البقلاوه كيما راكم تشوفوا الشكل تاعها راح نخدموها كيما نخدموا عجينه الفيل، وراح تجيكم بقلاوه صدقوني بزاف 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 هايله، وراح توجدوها في نصف ساعه. هنا كل ما تحلوا العجينه تحاولوا تورقوا هكذا الطبقات حتى وين تشوفوا الورقه تاعكم ولا الطبقه تشوفوها بزاف رقيقه. تما رايحين نحبسوا ومن بعد راح نحيهم كامل. شوفوا هنا اللي تحب تخليهم يعني هكذا تقدر تستعملهم هكذا. انا حبيت نخدم طريقة البقلاوة التقليدية. عاودت نحيت هاد الورقات كامل كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل وطويتهم وحطيتهم على جهة. انا هكذا طويتهم على 4 باش تسهل لي العملية. هناك تجوا تورقوهم نحوهم بالعقل بالعقل كيما راكم تشوفوا راهم يتورقوا معايا فاسيلمون باسكو علاش درت كمية مليحة تاع المايزينا بين الطبقات.
هنا جبت السنيوة تاعي، دهنتها بالسمن، ونبقى نحط في هذوك الطبقات. شوفوا الله يبارك، شوفوا كي تكونوا تخدموا في هذه العجينة رايحين تحسوا بواحد السعادة بواحد الراحة. علاش؟ العجينة تاعكم رايحة تعاونكم، ما تعبكمش بزاف، وراح تديلكم وقت قصير برك. بعد ما نحي هذوك الطبقات نبقى نحط هكذا بالورقة ونرش السمن بين كل طبقة وطبقة. أنا صراحةً في البقلاوة نحب فيها السمن، اللي تحب تخلّط مارغرين وسمن، اللي تحب دير مارغرين وحدها، اللي تحب دير سمن وحدو، كيما حبيتو، لكم الاختيار. أنا نحب البقلاوة تاعنا تكون بالسمن، راح تجي بنينة. شوفوا الطبقات شحال شابين وشحال رقاق. صدقوني راح نجربوها وأكيد النتيجة راح تعجبكم، وراح تعتمدوها في وصفاتكم، ولا حتى اللي عندها الماشينة تاع البقلاوة أكيد راح تستغنى عليها وراح تعتمديها طريقة، لأنه بزاف عملية وتنقص عليكم تعب كبير. هنا بعد ما كملت 7 طبقات جبت هذيك لافارس. شوفوا القوام تاعها كيفاش راهو، ولا الشكل تاعها كيما الطعام مفتولة، تتزربع لكم تمتم. تمشوها كامل، ومن بعد باش نتأكدوا باللي كامل الحشو تاعنا مستوي راح نجيب هاد الكوبات ونمشيها كامل، ومن بعد نعاود نفس العملية اللي درتها من تحت. دونك انا هنا راح نقطع الزوائد تاع العجينة، ونقدروا هاد الزوائد نعاودوا نجمعوهم بشوية تاع ما زهر، ونعاودوا نرجعوهم كويرات كيما درنا من قبل، ونخدموا بهم البقلاوة، نكملوا بهم الطبقات، ولا تقدروا ديروا بهم حتى الصمصة. دونك هنا عاودت نفس العملية كيما درت في الأول، وراح نعاود نورق الورقة تاوعي. شوفوا كيفاش رقاق، يجوكم كما ورقة تاع الديول. شوفوا شحال شابين، هاي لك تشوفوا يدكم من تحت تبان، يعني نقولوا شفافين. هذاك الوقت تحبسوا الحلال، يعني بالحلال، وتبقاو تورقوا فيهم تحطوهم على جهة. هنا نحي بالوحدة ونزيد نفرش، ونبقى في كل مرة نضيف سمن هكذا، نرش شوية شوية ما نكترش بزاف حتى وين نكملوا الطبقات. بالنسبة للطبقة تاني كاين اللي يحبوا يديروا 7 من تحت 7 من الفوق، كاين اللي يحبوا يديروا كتر، كاين اللي يحبوا يديروا أقل. لكم الاختيار، كل وحدة حرة في الطبقات نتاع البقلاوة ديالها. بالك راني نهضر شوية زيادة ولا مي ماذا بيا نفهمكم كتر، ولكن على بالي بلي تفهموا عليا مليح، لأنه الصورة عفوا راهي تشرح في نفسها. الطريقة راهي بجد واضحة، والعملية تاعها جد سهلة. هنا بعد ما كملت الطبقات نجيب حلال. انا سييت بالحلال راح ندير لكم يعني الجوانب هذوك ولا الطرف يجوا شويه خشان. دونك فضلت نقطعهم بالموس على حساب الطرف تاع السنيوه، ومن بعد هذوك الطرف نحاول ندخلهم للداخل باش ما يطلعوا لكمش في الطياب، لانه من بعد لو كان تخلوهم هكذاك برك كي تكون طيب بقلاوه رايحين هذوك الجناب يطلعوا الفوق وتجيكم ماشي شابه الشكل تاعهم. دونك نعاودوا هذوك الجناب ندخلهم هكذا بالموس يدخلوا مع الطرف تاع السنيوه. هنا في التقطاع تاعها راكم شفتوا بلي طريقه بزاف سهله. نقطعها من النص ونزيد نقطعها ثاني على 4، ومن بعد نكمل الطريقه تاع التقطاع بهذا الشكل. هاي ليك نقطع ثاني على 6 ومن بعد على 8، ومن بعد نكملوا طريقه تاعنا جد سهله باش نخرجوا فيها مقروطات. وطريقه تاع التقطاع راح تكون بزاف سهله، خاصة المبتدئات. يعني أنا صراحة ما ندير في السنيوة تاعني كاغي راح تكون سهلة بزاف، مي هادية تجيكم صعيبة شوية مبتدئات. ركزوا فقط في التقطاع. هاي ليك راح نخليكم تشوفوا التقطاع كيفاش باش تفهموا الطريقة مليح. هكذا بالنسبة للمقلاوة تاعنا أنا خليتها تبات، باتت ليلة كاملة. بعد ما كملت قطعتها كامل شربتها بالسمن مليح، وغطيتها ببابي يعني أليمونتير. ومن بعد نخليها تبات ليلة كاملة. نغدوه من داك نروحو نطيبو المقلاوة تاعنا على 160-170 درجة، نخلوها طيب مليح على نار هادية حتى وين تشوفوها تحمرت لكم مع الجناب. هذاك الوقت ولا قبلها تشوفها يعني تورقت وتحمرت مع الجناب كامل. هذاك الوقت نروح نشعل عليها من الفوق، واكيد راح تكون نار قليله تاني من الفوق باش تحمر لكم كامل على حبه واحده. هنا بعد ما سقيتها قلت لكم بالسمن راح نغطيها ونخليها تبات ليله كامله باش تجيني الطياب تاعها ساهل، وراح تجيكم مقلاوه تاعكم بزاف شابه. هنا كي كانت في الفوق هاي ليك بعد ما طابت لي كامل شعلت عليها من الفوق تحميره خفيفه، ومن بعد جبت تقريبا هنا هذا الكيلو تاع العسل.
أنا ما درت له والو كيما راكم تشوفوا هنا في الباطا ديالو، ما سخّنته ما درت له حتى حاجة، يعني غير خرجت السنيوة تاعي تاع البقلاوة من الفوغ، سربيت عليها هاذيك سقيتها بالعسل وخليتها تشرب، دات لي تقريبًا 700 غرام نتاع العسل حتى الكيلو، كل وحدة وتحب كيفاش تحب البقلاوة تاعها. أنا بعد ما شربتها خليها تاني تبات ليلة كاملة باش تشرب العسل تاعها مليح، ومن بعد نقطعوها وراح نشوفوا الشكل تاعها كيفاش. هنا بالنسبة للتزيين عندي مغرفة نتاع العسل، مغرفة نتاع الجلوكوز، 3 مغارف أنا استعملت 3 مغارف عسل، 3 مغارف تاع جلوكوز، راح ندير فيهم هاد الفواكه الجافة باش نزين بهم المقلاوة تاعي، وهايلك الشكل تاعها كيفاش خرج. على بالي اليوم صرعتكم بالهضرة، بصح على بالي الطريقة راح نجربوها وتعجبكم إن شاء الله، وتخلوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا من داخل كي قسمتها صراحة بزاف 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 بنينة، وطريقة ما كاش أسهل منها. طابت لي تاني مليحة، جات مورقة، جات يعني واش نحكي لكم راكم تشوفوا قدامكم. هاوليك الشكل النهائي تاعها. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة جدد، ومع وصفات رمضان ان شاء الله راهم جايين. راح نحط لكم وصفات للمملحات والحلويات العيد ان شاء الله. نقول لكم خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.